أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كبسولة حب. الحقيقة العديد من السيدات بتشتكي من الزوج الأناني، بتحس إن جوزها عنده أنانية، بيفضل نفسه عليهم وعلى البيت وعلى الأولاد، بيجيب لنفسه وما بيجيب لهمش. أولا أنا عايز أوضح حاجة: كل الرجالة في الدنيا عندها قدر من الأنانية، ودون شيء طبيعي في شخصية الراجل، لأن هو بيحس إن هو اللي بيصرف وهو اللي بيجيب وهو اللي متحمل المسؤولية، وإن المجتمع بيكرم وبيعز الراجل أكتر من الست. لكن في أنانية ممكن التعامل معها والتعايش معها وتبقى الحياة الزوجية جميلة وسعيدة، وفي أنانية بتصل إلى درجة النرجسية. في جميع الأحوال الأنانية من المشاكل اللي موجودة في الحياة الزوجية، اللي ما نقدرش نقول فيها لا اطلبي الطلاق او ما ينفعش انك انت تكملي مع الزوج ده، الا اذا كانت الانانية دي سبب من اسباب الانفصال التانية. يعني هي عندها اكتر من سبب للطلاق او للانفصال، ومن ضمنها كمان ان هو اناني. في اناني وبخيل، وفي اناني لكن ما هواش بخيل. فاذا كان الزوج مجرد ان هو انسان اناني، حتى اذا كان بخيل بشكل بسيط ممكن التعايش معاه، فما فيش داعي اننا نطلب الطلاق في الحتة دي او بسبب السبب ده، ونكمل معاه الحياة الزوجية، لكن نبدأ نعالج الانانية اللي موجودة عنده. طيب الانانية دي بتيجي منين؟ الانانية بتيجي لان المجتمع بتاعنا مجتمع ذكوري، فهو احيانا كتير جدا بتربي الام ابنائها على ان الولد الذكر هو اهم واحد موجود في الاسرة، بتخلي اخواته البنات بيخدموه، هي بتهتم بيه قوي اكتر من اللازم. فبينشأ الولد الذكر عنده حب لنفسه وعنده انانية وعنده احساس داخلي بان هو شخصية سوبر ما هواش موجود زيه تاني. وبيكتر الاحساس بالانانية ده عند الزوج اللي بيكون على اخوات بنات زي ما بيقولوا، يعني يكون الاب والام عندهم 4 5 ولاد، منهم ولد واحد بس ذكر والباقي كله من البنات. او يكون اخ العنقود، او يكون الام حبته زيادة قوي اكتر من اخواته، فربت عنده حب الانانية ودايما كانت بتغلبه على اخواته، او انه الولد الوحيد اللي موجود عندهم ما خلفوش غيره. طيب احنا ازاي نتعامل مع الزوج الاناني؟ اهم حاجة اننا ما نواجهش الزوج بان هو عنده انانية، لانك انت لو واجهت جوزك بان هو اناني هيقول لك خلاص انا يعني اناني، اللي عايزة تعمليه اعمليه. ما ينفعش اننا نواجه حد بالمشكلة اللي عنده ونقول له انت عندك المشكلة الفلانية دي وش كده. لازم نتعامل مع الامر بحكمة شوية. طيب اهم حاجة انك انت تحسسي الزوج بانك انت بتشاركي في حياته. اول حاجة تعاملي معاه على ان هو شخصية مهمة. الاناني ده بيحب يحس ان هو مهم، ان هو اهم حاجة، فتعاملي معاه الاول من هذا المنطلق ان هو اهم حاجة في الدنيا، وانك انت بتكمليه. لازم يحس انك انت بتكمليه. لازم تخلي كل الاجراءات اللي بتتعمل في البيت تشاركي فيها. يعني مثلا انت متعوده انك انت بتنزلي بتجيبي حاجه السوبر ماركت او حاجه البقاله او بتدفعي مصاريف الولاد بنفسك وما بتشغلوش هو بالقصه دي. لا، لازم تاخديه معاكي في كل الاجراءات المتعلقه بالاسره. يعني انت مثلا بتشتري الحاجه بتاعت السوبر ماركت بالليل عشان المدارس وعشان الاكل بتاع بكره وغدا بكره وفطار بكره، استنيه لما يجي بالليل من شغله او لما يجي الظهر من شغله او الوقت اللي هو فيه فاضي، وانزلي له تحت وخديه واطلعي معاه على السوبر ماركت، هاتوا الحاجات سوا. خليه يحس بالمشاركة في البيت. هتروحي تدفعي مصاريف الولاد، حاولي تاخديه معاكي في المشوار ده. هتحاسبي المدرسين وهتحاسبي المدرسة او الدروس الخصوصية او يعني الكلام ده، قولي له انا ما اقدرش احاسب دون لوحدي، لازم يبقى معايا راجل، لازم يبقى معايا حد هو اللي يتصرف. تمام؟ خديه معاكي، دخليه معاكي كده في كل المشاكل او كل الطلبات بتاعة الاسرة، عشان يبدأ يحس بالمشاركة معاكم في الاسرة. دي اول خطوة. تاني خطوة، في
كان مؤلف مشهور جدا في العلاقات الإنسانية، كان راجل يعني ليه باع كبير، وكان ليه رأي في الحتة دي. الحقيقة أنا شايفه رأي عملي جدا. كان بيقول إن على زوجة الزوج الأناني إنها لما تيجي تحط الأكل في الأطباق ساعة الغداء أو ساعة الفطار أو ساعة العشاء، تحط الأكل في طبق كبير والكل ياكل مع بعضه في نفس الطبق فيحس بالمشاركة معاكم. ما تحطش لكل واحد أكله في طبق يعني لوحده وكل واحد ياكل لوحده، لأن ده بيدي إحساس بالانعزالية. لكن المشاركة أولا مهم جدا إنكم تتجمعوا على الأكل، مهم قوي، لأن النهاردة أنا بلاقي بيوت كتيرة جدا مفيش فيها تجمع على الأكل. الزوجة بتيجي في وقت معين بتتغدى أو بتاكل لقمتين، والزوج وقت ما بيجي بيلاقي طبقه جاهز على المطبخ، في المطبخ او في الثلاجة او على البوتاجاز، وكل ولد بيجي بياكل اكله لوحده. لا، مهم قوي التجمع على الطعام، لان ده بينشأ نوع من انواع التآلف بين الاسرة. وما تخلوش خالص ياكل لوحده، لانك انت كده بتقوي عنده الاحساس بان هو وبس، بتخلي عنده احساس بالانعزالية. فشاركيه في كل الخطوات، واهم الخطوات دي اللي انت هتشاركيه فيها هي خطوة التجمع في طبق واحد وناكل كلنا مع بعض من طبق واحد. انا بكده بكون خلصت الجزء الاول من الانانية، وبكون خلصت حلقة كبسولة حب النهاردة. كان معاكم خالد شهاب.